اشتغلت في المقابر وكانوا بيصحوا بالليل. انا ما كنتش بصدق ان في حاجة اسمها لعنة لحد ما اشتغلت حارس ليلي في مقبرة قديمة. اللي حصل لي هناك مستحيل ارجع احكي لحد، بس النهاردة قررت اتكلم. انا كنت بدور على شغل باي شكل، فلما حد قال لي ان في مقبرة قديمة فاضية وعايزين حارس بالليل، قلت تمام. المرتب بسيط بس المكان هادي ومفيش ناس، يعني اهو نعدي الليل ونمشي. أول يوم وصلت الساعة 10 بالليل المقبرة، كلها صمت، البوابات مصدية والهوا بارد غريب كأنك واقف قدام تلاجة. دخلت أوضة الحارس وكل حاجة كانت تمام لحد الساعة 2 بعد نص الليل. سمعت صوت خطوات بطيئة تقيلة جاية من الجهة التانية. خرجت أشوف، ملقتش حد. رجعت والصوت اتكرر بس قرب. المرة دي سمعت صوت حاجة بتتسحب على الأرض، كأن في تابوت بيتجرجر. جريت ناحية الصوت ولقيت التابوت مفتوح فاضي. وقفت مكاني مش مصدق وبصيت ورايا، لقيت نفس التابوت اللي كان مفتوح مقفول تاني. قلت يمكن بتخيل، لكن اللي حصل بعدها قتل أي شك عندي. كل ليلة كنت أسمع حد بينادي باسمي، يا أحمد يا أحمد. صوت ناعم أنثوي لكنه غريب بارد مش بشري. مرة سمعت الباب الحديد بيخبط، لما فتحته لقيت طفلة صغيرة واقفة قدامه، وشها شاحب وشعرها نازل على وشها. قالت لي أنا تايهة، ممكن أرجع مكاني؟ سألتها فين مكانك؟ قالت لي أنا مدفونة في آخر صف تحت الشجرة اللي هناك. أنا ما قلتش لحد عن الموقف ده، بس تاني يوم فعلا لقيت قبر الطفلة ماتت من 10 سنين وتحت ورقة جريدة قديمة. أنا سبت الشغل بعد أسبوع، بس بحلف لك لحد النهاردة لما بمشي جنب أي مقبرة بحس إني مش لوحدي، وبحس إنهم لسه بيصحوا وبيستنوني أرجع. وعجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وفولو واكتب لي كومنت جميل وقول لي رأيك.